السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحضر النهارده مع بعض ألذ واسهل فطير مشلتت ممكن تعملوه. زي ما انتم شايفين كده هنحضره باسهل طريقه وباسهل مكونات، يعني لو انت لسه مبتدئه هتعمليه وهتطلع معاكي النتيجه اللهم بارك تحفه. شايفين التوريقه بتاعته وطريقه طريقه فرده سهله جدا. اتمنى ان انتم تجربوها. ده شكله هنسويه كمان بطريقتين اتنين مختلفتين، مره في الفرن ومره في الطاسه، والطريقه اللي تعجبك وتلاقيها سهله ليك اشتغلي بيها. النتيجة في الحالتين كويسة جدا. من كمية دي بسيطة هتطلعي معاكي كمية فطير اللهم بارك. تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع فطار، زي ما انت حابة تستخدميه. واظن هو بيتكلم عن نفسه، وشايفين شكله عامل ازاي اللهم بارك، طري جدا. والنتيجة في الحالتين كويسة. دي فطيرة الطاسة اللي في ايدي دي، وزي ما انتم شايفين طرية جدا جدا جدا. اتمنى ان انتم تجربوا الوصفة بتاعتنا وتعجبكم وتنال رضاكم. بس يا ريت اللي اول مرة يشوفنا ويشاهدنا متنساش يحط لنا لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. من نفس العجينة عملت الفطيرة الكبيرة دي، وهقول لكم عملتها ازاي بطريقة سهلة جدا. انت لو مش حابة تعملي الصغير هتعملي ده. عشان ما اطولش عليكم بقى، نصلي على الرسول. اللهم صل وبارك وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونشوف المكونات بتاعتنا. انا هنا معايا كيلو دقيق بما يعادل 8 اكواب بالمج ممسوحين، منخولين كويس جدا. اهم حاجة ننخل الدقيق كويس جدا. ده كيلو، لو انت حابه تستخدمي اكتر من كيلو دي حاجه راجعه لك. هحط عليهم معلقه ملح صغيره تقريبا 7 جرام، تمام كده. ومعايا كوبايتين اتنين ميه هنزلهم بالتدريج. ميه من الحنفيه، مش عايزه ميه دافيه. الفطير مش هتحط له ميه دافيه. لو حطيتي له ميه دافيه الفطير مش هيعمل معاكي عرق وهيقطع معاكي، فلازم تستخدمي له ميه من الحنفيه. ونبتدي نعجن. كل ما نلاقي العجين بتاعنا عايز ميه نضيف له حبه بحبه، تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بوريكم مرحله العجن في العجين، علشان تبقوا انتوا واخدين بالكم العجينه بتاعتي عامله ازاي. شايفين انا كل شويه بضيف الميه حبه بحبه، كل ما بلاقيها محتاجه ميه بضيف لها تاني. اهم حاجه في الفطير ان احنا نعجنه كويس جدا، ما تستعجليش عليه. كل ما بتعجني الفطير كل ما تضمني ان الفطيره بتاعتك ما تقطعش وتطلع مورقه وخفيفه معاكي وما تتعبكيش في الفرد. ادي شكل العجينه بتاعتي. هتتعجن قد ايه؟ هتتعجن تقريبا من 10 ل 15 دقيقه. لو عندك عجان حطيها فيها، لو ما عندكيش اشتغلي زي ما انا شغاله كده في البوله، وهتطلع معاكي اللهم بارك نتيجتها تحفه جدا. اسهل فطير ممكن تعمليه. هنا كانت في نص مرحله العجن تقريبا. زي ما انتم شايفين انا بوريكم النتيجه بعد نص العجن كده. هنفضل نعجن بقى العجينة بتاعتنا كويس جدا كده لحد ما تنعم معانا، وتيجي تشديها كده ما تتقطعش منك، ويبقى قوامها بيلمع ناعم زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بتاعتك ملساء وناعمة جدا. كل ما تشديها عاملة معاكي عرق زي الاستك كده كده، تعرفي ان العجينة بتاعتك تمام وهتطلع معاكي الفطيرة اللهم بارك زي الفل. هنبتدي بقى نجزأ العجينة بتاعتنا. هنعملها ايه؟ هنعملها كرات وزن الكورة من 140 ل 145، وده حسب ذوقك وتفضيلك، تمام. في المرحله دي انا بصوا هحطها لكم على الميزان زي ما انتم شايفين. لقيتها كبيره هبتدي اجزأ منها واخليها برضو 145 زي ما انتم شايفين كده. حجمها قد ايه من غير ميزان؟ قد البرتقانه المتوسطه، تمام. ادي شكل العجينه بتاعتي. هبتدي اجزأ العجين بتاعي كله زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، واحطه في صينيه. عملوا معايا كام؟ عملوا معايا 12 فطيره. الكيلو دي عمل معاكي 12 فطيره وهيطلعوا كويسين جدا وحجمهم حلو. انا دول مقدار الكيلو. انا في الوقت ده عامله كمان كيلو، هعمله فطيرتين اتنين كبار وهوريهم لكم معانا في الفيديو. هبتدي بقى احط الكرات بتاعه الفطير بتاعتي على صينيه، وادهنها كويس جدا من فوق وتحت بزيت. اهم حاجه تدهنيها من فوق وتحت بزيت كويس، علشان خاطر الوش بتاعها ما ينشفش منك ويعمل قشره معاكي تدوخك وانت بتفردي، تمام. هغطيها واريح العجين لمدة نص ساعة. هنا كانت عدت نص ساعة وابتديت على صينية كبيرة ادهن الصينية زيت، واخد اول قطعة اشتغلت بيها وافردها كده. ممكن تشتغلي على ترابيزة كبيرة على رخامة المطبخ، بس انا عشان ما عنديش الامكانية دي شغالة على صينية، وبوريكم برضو الاختيارات اللي انت ممكن تشتغلي بيها. على الصينيه كده حطيت شويه زيت وابتديت افرد العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين. لو حسيتي وانت بتفردي ان العجينه بتاعتك بتلم معاكي او بترجع تاني، ريحي العجينه بس سيبيها زي ما هي وريحيها لمده 5 دقايق، وارجعي افرديها تاني هترجع تفرد معاكي اللهم بارك وتديكي نتيجه حلوه جدا. شايفين كده؟ هبتدي بقى اديها هوا كده من تحت واشد العجينه، باخد من الوسط على بره، يعني من النص بشدها على بره كده. طريقتها سهله جدا وفردها سهل جدا. اهم حاجه نتك على اطراف الفطيره كويس علشان ما تبقاش مكلكعه معانا.
حتى لو العجينه بتاعتك اتخرمت او اتقطعت حته صغيره ما تقلقيش خالص، مش هيجرى اي حاجه ومش هيأثر في الفطير خالص. اهم حاجه ان احنا عايزين نرقها كويس. شايفين الشكل؟ اللهم بارك. كنت رقيتها كده خلاص. انا بوريكم ان هي اتقطعت عادي خالص، مفيش اي مشكله. معايا بقى ايه؟ معايا بوله فيها 200 جرام زبده على سمنه. مش هنستخدم بقى الزيت لان احنا فاردين الفطيره على زيت. دي زبده على سمنه. إيه، ممكن تستخدمي سمنه بس او زبده بس براحتك، دي حاجه راجعه لك انت. هبتدي ارش الفطيره بتاعتي كده. معايا بقى قطعه البيتزا او سكينه، وهبتدي اجزئها 8 تقطيعات او 6 او 7 على حسب ما انت الفطيره بتاعتك وسعها قد ايه. وهبتدي اخد كل جزء منها واتني، وكل جزء بتنيه اقوم جايه مورقاه بزبده او سمنه من اللي احنا بنشتغل بيها زي ما انتوا شايفين كده. طبقيها زي الظرف، خدي من جوه من بره على جوه كده. وابتدي برضو اعوص ايدي سمنه او زبده وادهنها بالطريقه دي. شايفين؟ سهله جدا، بسيطه، مش هتاخد منك اي وقت. ما بين كل واحده واحده بعوص ايدي سمنه او زبده وادهنها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. دي كانت اخر واحده، دي اللي بتبقى الكبيره شويه كده. هبتدي الم فيها الفطيره بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. هبتدي بقى الم الفطيره بتاعتي كلها واكورها كده. هي مش هتقفل معاكي قوي لان في ماده دهنيه كتير، فمش هتقفل معاكي. انا عايزه بس شكلها يبقى مدور كده. وهبتدي بقى اريحها في صينيه تاني واسيبها تريح برضو تقريبا لنص ساعه او ساعه لحد ما اخلص كميه العجين اللي معايا. دي تاني واحده زي ما انتوا شايفين هعملها معاكم. باخد من جوه على بره، اشد العجين. ان انت بتعملي كده بتدخلي للعجينه بتاعتك هوا. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، مش بتاخد منك أي وقت خالص، والنتيجة اللهم بارك تحفة. برضو بنفس الطريقة بالقطعة وببتدي أجزأها 8 7 على حسب حجم الفطيرة بتاعتك. أهم حاجة تخلي جزء كبير شوية اللي هنلم فيه الفطيرة بتاعتنا. بعوص ايدي سمنة او زبدة زي ما انتوا شايفين وابتدي ادهن الفطير واورق كده. ما تحاوليش انك تكلكعي الفطيرة او تتكي او تعملي تنيات فوق بعض، علشان خاطر الفطيرة بتاعتك ما تبقاش معضمة من جوه. معضمة يعني ايه؟ تلاقي فيها قطع عجين جامدة. احنا عايزين الفطير بتاعنا مورق زي ما انتوا شايفين. مش بتاخد منك اي وقت خالص. وادي شكلها اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. طريقتها سهله وبسيطه جدا. اهم حاجه ان احنا نسيبها تريح علشان لما نيجي نفردها تفرد معانا كويس. الفطير يا جماعه ما هو غير انك بتريحي العجين. كل ما تريحي العجين يديكي نتيجه كويسه جدا. هنا كانت خلاص خلصت العجين بتاعي خلاص، وابتديت خدت اول واحده. حطيت شويه سمنه على الصينيه من اللي انا كنت بفرد بيهم. وببتدي بقى اخد الفطيره بتاعتي من بره لجوه بشوش كده. شايفين؟ اللهم بارك بتفرد معايا بكل سهوله. مفيش اسهل من كده. شايفين الطريقه؟ سهله وبسيطه جدا. حاولي بقى تساوي وما ترقيهاش قوي عشان تديكي فطيره يعني تبقى مورقه وملحمه كده، ما تبقاش رقيقه معاكي. شايفين شكلها اهي؟ هبتدي بقى اخدها في صاج او في صينيه زي ما انت حابه وارصها واشوف هنعمل ايه تاني. ادي شكل الفطيره بتاعتي. هعمل معاكم واحده كمان واوريكم شكلها. ما ترقيهاش قوي زي ما قلت لكم. ادي شكل الفطيره بتاعتي وبرده بفردها على سمنه وزبده. دي تاني واحده. حاولي ان شكلها يبقى متناسق كده وانت بتفرديها. اظن مفيش اسهل من كده طريقه فرد فطير. وهوريكم التوريقه بتاعتها زي ما انتم شفتوها معايا في قلب الفيديو. ده الفطير اللي انا هسويه في فرن البوتاجاز، في فرن الغاز. تمام؟ ادي شكل الفطير بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده انا مولعه الفرن الغاز على درجه هاديه جدا، يعني مسخناه من قبلها من وانا بشتغل تقريبا زي ما انتم شايفين، وموطيه كده. ما تعليش عليه لان الفطير ده حجمه مش كبير، فهينشف معاكي لو انت عليتي عليه قوي. تمام؟ زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. ابتدى يقب معايا، معنى ان الفطير ابتدى يعمل فقاعات كده ان شاء الله هيطلع معاكي فطير مورق وهش جدا. هياخد تقريبا قد ايه؟ هياخد 15 دقيقه. اول صاج بياخد منك 15 دقيقه على ما بياخد حراره الفرن. في الوقت ده انت ايدك على طول في الفرن، في الفرن كل شويه تقلبي الصاج. شايفين الفطير ابتدى يرتفع معايا اللهم بارك، وانا ايدي فيه هبتدي اضير الصاج كل شويه. النار بتاعتي واطيه برضو من تحت زي ما انتم شايفين. لو هتسوي فرن البوتاجاز يبقى على الرف اللي في الوسط. وهنعمل الفطير على درجه 200، وهياخد تقريبا برضو من 15 ل 10 دقايق. هنا كانت تقريبا في نص مرحله التسويه وشايفين الشكل اللهم بارك تحفه.
تعالوا بقى مع بعض نعمل فطير الطاسه بطريقه سهله برضو وبسيطه. معايا طاسه نزلت فيها بمعلقه زبده من اللي انا كنت بفرد عليه زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ابطط الفطيره بتاعتي، افردها بس فرده صغيره كده، وهفردها بقى الباقي بتاعها في قلب الطاسه. الحجم بتاعها زي ما انت عايزه، حباها صغيره حباها كبيره دي حاجه راجعه لك. هو الفطير مجرد ما بيرفع مجرد ما بيفرد معاكي على طول. هنا بقى النار في الطاسه واطيه، يعني متوسطه، لا هي عاليه قوي ولا واطيه قوي. وهبتدي اغطي الفطير بتاعي لمده تقريبا دقيقه. شايفين الشكل؟ الفطيره بتاعتي اتشمعت ولون العجين اختفى خالص. هبتدي بقى اقلبها على اليمه التانية. الفطير بتاع الطاسه بيتقلب كل شويه يا جماعه عشان ما يستواش من تحت ويبقى من فوق نايم. وادي القلبه التانية بتاعتها. ابتدي بقى انت قلبيها وسواها زي ما انت عايزه. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. برضو سهله طريه جدا بجد. النتيجتين الاتنين تحفه وسهلين جدا، والطريقه بتاعتهم بسيطه وسهله، مش متعبه خالص. شايفين شكلهم يا جماعه؟ اللهم بارك. مش هياخد منك اي وقت، يعني ممكن في ساعه زمن تخلصي كميه فطير كبيره جدا، مش هياخد منك اي وقت خالص. بصوا بقى يا جماعه، شايفين الشكل؟ انا كده كنت خلصت كميه الفطير بتاعتي. بطلعها ازاي؟ الفطير بفرش كيس من تحت، بفتحه اكياس تلاجة، بفتحها على الصينيه من تحت، وببتدي الفطير اللي يطلع معايا احطه على الكيس على طول، وهو يا دوب دافي كده، واغطيه بكيسه تانية عشان الفطير بتاعي يفضل طري وما ينشفش وما يعضمش معايا. شايفين شكل الفطير؟ الفطير بقى الكبير ده اللي معايا، عشان الفيديو مرضتش يبقى طويل عليكم، هنعمله مع بعض في فيديو تاني. ادي الكيلو دقيق مطلع معايا فطيرتين كبار زي ما انتم شايفين. عملتهم برضو بطريقه بسيطه جدا، بس بصراحه لقيت الفيديو هيبقى طويل جدا، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. شايفين الشكل؟ الفطير اللهم بارك هو بيتكلم عن نفسه. اتمنى ان وصفتي تكون خفيفه وبسيطه ليكم، واللي وصل معانا لحد هنا للفيديو متنساش يحط لنا لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده شكل الفطير بتاعي، هش وطري ومورق، في كل حاجه حلوه بصراحه. يتاكل كده، كلي بقى مع جبنه مع عسل، دي حاجه راجعه لك. شايفين التوريقه بتاعته؟ مورق جدا، وهي برضو طبقة فطير واحدة اللي احنا عملناها، وطري جدا جدا. هوريكي كمان فطيرة الطاسة اللي احنا عملناها مع بعض طالعة قد ايه طرية. طلع معانا 12 فطيرة، لو انت رحت تشتريهم هتشتريهم بمبلغ وقدره. شايفين الشكل؟ والاتنين نتيجتهم تحفة اللهم بارك. كيلو دقيق بس يا جماعة والله هو اللي طلع الكمية دي كلها. شايفين شكل الفطير؟ دي فطيرة الطاسة اللي انا قلت لكم عليها، بجد طالعة تحفة طرية جدا جدا، يمكن اطرى كمان من بتاع الفرن. اتمنى ان انتوا تجربوه، يعني ما تقوليش بقى الفرن مش عندي وهيتعبني ومش، لا، في الطاسة هتعمليها تطلع معاكي بنتيجة حلوة جدا. اتمنى